سعادة وتفاؤل وروقان ومشاعر جميلة. النهاردة بقى حلقة تنمية بشرية متفوتش خالص. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، لأما سيفوتك يا صديقي القسيم البهجة والسعادة. هتكلم النهاردة في الحلقة عن ازاي ان انت كل ما انت تكبر او انت تكبري في السن، كل ما انت تكبر في السن تبقى تبقى شباب اكتر، وتبقى صحتك جيدة او كويسة. تمام. تعالوا بقى اعرفوا مني السر. في ناس فاكرة ان الرياضة بس هي اللي بتخليك شباب طول الوقت، او ان انت ممكن انت لما تبقى كبير في السن تلعب رياضة يبقى انت كده هتفضل شباب على طول وكده. الحقيقة ان هي مش كده بس، ده احد الحاجات او الحركة او الطاقة عامة اللي انت بتستخدم جسمك. فكل ما تستخدم جسمك اكتر كل ما بتقوي عضلاتك او بتقوي جسمك، فبالتالي بيكون يعني ايه، انا دايما بقول ان جسمنا ده عامل هو الخدام بتاعنا. فانت كل ما انت تخلي الخدام بتاعك، مش بقول خدام بطريقة قاسية، لا يعني بحب يعني. كل ما انت تعوده ان هو يروح ويجي ويعمل الحاجات اللي انت عايزها، كل ما هو بيقوى. طب لو انت عودته على الكسل هيبقى كسول. دي عامل، بس مش هو ده بس العامل، لان كل الناس بتبقى يعني بتركز في الحتة دي ومفكرة ان هي دي بس، بدليل ان في ناس كتير رياضيين بس بتلاقي لهم بيجيلهم امراض، ومش بيكونوا مش بيكونوا طول الوقت يعني. فاهميني؟ لا. هقولك على السر بقى. السر ده انا اكتشفته فعلا وطبقته، وفعلا فعلا فعلا فادني في حياتي. هقول اكلمك الاول بطريقه علميه، وبعدين هكلمك ازاي تطبق ده على نفسك. كان في واحد عالم عمل تجربه على النبات. ركز معايا قوي، متنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير، لان الكلام ده اللي جاي ده خلاصه الخلاصه صدقني. كان عامل تجربه على النبات، فالنبات ده جاب اتنين من نبات من نفس النوع. فبقى بيروي النبات الأول وهو بيقول له أنت سيء أنت وحش، وبيتعامل معاه بطريقة قاسية جدا. والنبات التاني بقى بيروي بيقول له أنا بحبك أنت جميل أنت حلو. لقى مع إن هما بيترووا بنفس المية وتحت أشعة الشمس، إلا إن النبات اللي كان بيكلمه بطريقة جميلة وبيقول له أنا بحبك وكده، النبات ده نما واخضر وفضل جميل. والنبات التاني، تمام، اللي هو كان بيرويه برضه تحت الشمس وتحت كل حاجة، الاتنين زي بعض وتحت نفس الظروف، لقاه دبل وعجز. طيب، نستنتج من كده ايه؟ طب ده النبات، طب ما بالك بقى من النبات اللي هو انت. برضو كانوا جايبين يعني. فانت كمان نستنتج من ده ان انت كل ما انت بتعامل نفسك بحب، وبتقول لنفسك كلام جميل، وبتقول لجسمك كلام جميل، وبتقول لأعضائك كلام جميل. ايه اقول لجسمي واقول لاعضائي كلام جميل؟ ايه يا عم انت الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هقول لك يا حبيب قلبي استنى عليا. بص، هو مش لما في انسان بيزعل او بيحزن ده بيأثر على صحته؟ ليه؟ لان انت جسمك بيتأثر بطريقة تفكيرك. فانت لما انت بتكون حزين او زعلان، انت جسمك بيتأثر بطريقة تفكيرك، وبالتالي بتبقى ماشي في الطريق السلبي. تمام. طيب، لما انت العكس بقى، لما انت تقول لجسمك كلام حلو، او لما انت تحب جسمك، بس مش معنى كده ان انت تعمل حاجة حرام او غلط، يعني انا اقصد ايه، ان انت تحب جسمك لان ده هو اصلا صديقك اللي هيفضل معاك لحد ما تسيب الحياة. لما انت تحبه، لما انت تقول لجسمك كلام جميل، لان الحب اصلا يعني الناس بيقولوا دايما اللي هما اللي دارسين يعني فيسيولوجي وكده، بيقولوا كل ما الانسان يعني علميا كمان كل ما الانسان بقى في حالة حب، كل ما فيه هرمونز جميلة جدا بتتفرز في جسمه وبتقوي المناعة وبتخليه احلى. ده من الناحية العلمية. طب من ناحية السيكولوجي بقى، او من ناحيه حبك انت لجسمك، انت كل ما انت بتقول لنفسك كلام حلو او لجسمك كلام حلو،
كل ما أنت بتبعت إشارة لعقلك الباطن، لأ العقل الباطن ما بيفرقش بين الحقيقة والخيال، ما بتبعت له إشارة إن أنت إنسان مهم. فالعقل الباطن ده ربنا خلقه أو ربنا جايبه هو المسؤول عن صحتك وعن مشاعرك وعن أحلامك وعن كل حاجة. فبيبتدي العقل الباطن ده زي ما قلت لك يديلك مشاعر إيجابية، فبيبتدي أنت كمان جسمك يفرز فيها هرمونات جميلة بتقوي مناعتك. خليني أقول لك على التمرين بقى اللي لو أنت عملته تمام ده وجرب تعملها، حتى لو أنت كبير في السن جرب، هتحس إن أنت بقيت إيه كل مرة عن مرة بقيت إيه، ابتديت تصغر، ابتديت تحلو كده، الناس تشوفك يقولوا ايه يا عم الحلاوة دي، يا عم ده احنا، ده انت اللي في سنك دلوقتي مش عارف ايه، وانت تحس ان انت باين عليك النعمة، باين عليك الشكل الجميل، باين عليك السعادة، باين عليك النعمة. مش يشوفوك الناس يحسوا ان انت كده كاره الحياة وكاره نفسك وكده، وهيشوفوك يقولوا ان انت بيبي فيس كده، يعني فاهمين؟ يعني الناس هتحس الطاقة الجميلة اللي جواك دي. فانت تعمل ايه كل يوم وطول الوقت وانت قاعد، لما تبص لنفسك في المراية قول لنفسك انا بحبك يا كذا، وتقول اسمك وانت قاعد مع نفسك. قبل كل ده طبعا تشكر ربنا وتقول يا رب انا بشكرك على كل النعم الجميلة اللي انت جبتها لي، بما فيها جسمي بما فيها شكلي، انا بجد بحبك يا رب. وبعد كده تقول لنفسك اما تبص في المراية تقول انا بحبك يا فلان. تمام. وعلى فكرة في أعلامة كبيرة جدا في أمريكا يعني عاملة كتاب عن الموضوع ده، بس أنا ما أقدرش أقول الأسماء عشان الحقوق الفكرية. إن فعلا الحب شفاء، وهي اتشافت من أمراض كتيرة لما ابتدت إن هي تحب نفسها. فأنت تعمل إيه؟ التمرين ده حكاية المراية دي تمام أنت تعملها. التمرين الجاي ده بقى أنا من اختراعي أنا، تمام؟ ده زيادة عن حكاية المراية، حكاية المراية اللي انت تقول لنفسك انت بتحبها دي الناس عارفاها من زمان. الجديد بقى التمرين الجديد اللي انا هقوله لك ده اللي هيخليك فعلا تبقى صحتك كويسة، وان انت دايما مشاعرك حلوة، وان انت اصلا كل ما تكبر تبقى مشاعرك جميلة وصحتك جميلة. وانت قاعد مع نفسك كده قول لكل حتة في جسمك انا بحبك، قول لشعرك انا بحبك، شكرا ليك يا شعري. قول مثلا لقلبك انا بحبك بجد، انا ممتن ليك، شكرا ليك يا قلبي لان انت بتوزع الدم ومهم بالنسبة لي. تقول لي القولون شكرا للقولون لان انت بتوزع الاكل. للمعدة بشكرك يا معدتي يا جميلة انا بحبك بجد لان انتي كل ما انتي بتعملي الاكل او كده بتهضميه وبتغذى بيكي. تقول لدمك انا بشكرك يا دمي على ان انت منتشر في جسمي ولان انت بتحمل الغذاء. وتشكر ايدك، بالمناسبة ده موجود في الدين. هو مش يوم القيامة المفروض كل حاجة هتشهد علينا؟ اذا كل حاجة ليها وعي. بس الكلام ده ايه للناس اللي عندها اصحاب الوعي العالي زي ما بيقولوا يعني. المهم نكمل كلامنا. تقولي ايدك انا بشكرك يا ايدي بجد، انا بحبك لان انتي بستخدمك في ان احنا نعمل حاجات جميلة، وبستخدمك في الاكل، وبستخدمك انا بجد ممتن ليكي. وتقول لرجليك نفس القصة، تقول لي عينيك انا بشكرك يا عينيا لان انا ببص بيكي ولان انتي بشوف منك الحياة الجميلة ديت. تقول لاسنانك، تقول لبقك، تقول لكل حاجة فيك. وفي نهاية التمرين تعمل كده، تحضن نفسك وتقول لنفسك وتقول لجسمك أنا بحبك يا جسمي بجد، أنا ممتن ليك وبشكرك، وطول فترة وجودي معاك في الحياة أنا هحبك أكتر وأكتر وأكتر، وههتم بيك أكتر وأكتر وأكتر. وأنا وأنت هنبقى آه، صحيا أفضل، وكل مدى ما هنظهر وتبقى حياتنا أجمل. فاعمل التمرين ده بجد وانت هتلاحظ الفرق في حياتك. حاجة مهمة عايز أقولها لك قوي، الكون اللي احنا عايشين فيه ده حتى الناس اللي هم يعني
لو انت جيت مثلا تقرأ مثلا عن الناس اللي هم اللي في الحضارات مثلا الرومانية او الحاجات الناس القديمة، كانوا فعلا بيتخاطبوا مع الكون مع كل حاجة. مش كده وبس، الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيقول الجبل أنا بحبك. إذا كل حاجة ليها مستوى وعي. فأنت بدل ما تقعد تكره جسمك وتجلد في زيدك وتعامل نفسك بطريقة سيئة على مستوى النفسي، الناس اللي بتكتئب ليه بتعامل نفسك باكتئاب يا حبيب قلبي؟ وليه بتأذي نفسك؟ ربنا خلقلك نفسك عشان تكون سعيد. وجسمك ليه تكره جسمك؟ حب جسمك، ده نعمة من ربنا ليك، وان انت لازم تقدرها وتحبها. وتحاول طول الوقت ان انت تخرج، مش لازم ان انت تلعب رياضة قاسية، لا، ابتدي ان انت اخرج مثلا اتمشى. لازم يومك يبقى فيه رياضة، اشرب مية كتير. ساعتها صدقني بس هتحس ان انت كل ما انت هتحب جسمك وتحب نفسك تساعدها، كل الحياة فعلا هتحبك وتبقى مرحبة بيك. بجد عايزك تسمع الفيديو ده كذا مرة. وبجد الفيديو ده يعني اللي انا بقوله لك ده بجد خلاصة وسر. انا من مستحكيات، انا مش بس ان انا قريت عنها، لا، حاجات فعلا حقيقية مؤثرة وتعمل بيها. وعايزك بقى ايه، تعبر لي عن حبك بقى. اكتب لي بقى تعليق جميل كده حلو كده، ولايك كده. و... ولو انت مش عايز تعمل ده وتعمل، متقدرش تعمل سبسكرايب، اشتراك عشان ما يفوتكش كثير من البهجة والسعادة. وما تنسينيش اهم حاجة في دعوة حلوة جميلة. بالنسبة لي الدعوة اهم من اللايك والسبسكرايب والشير. بحبكوا جدا. خليك زي الوردة، خليك زي النبات اللي كان بيتقال له كلام حب وبينمو وبيكبر. ما تعملش زي النبات اللي كان بيتقال له كلام سلبي، والكلام السلبي اللي كان بيتقال له دوت كان بيأثر عليه. في تجربة كمان عايز اقول لك عليها، ان حتى يعني انت مش بس كده، المية لما انت في عالم ياباني المية لما كان بيجيبها وكان بيقول لها كلام ايجابي، كان بيقيس بالعلم البلورات بتاعتها، لا، بتتكون فيها اشكال جميلة. فيا ترى انت بتقول لنفسك كلام جميل ولا لا؟ يا ترى انت بتحب نفسك، بتحب جسمك، ولا طول الوقت عمال تعيش نفسك في احزان وبتجلد في ذاتك وبتكره في نفسك؟ حبيبي، حب جسمك، بس اوعى تعمل حاجة حرام تزعل ربنا منك، لأن ربنا بيحبك، لأن ربنا عايزك تكون سعيد، وإلا ما كانش خلاك تشوف قناتي ولا تشوف فيديوهاتي دي. من أكتر الحاجات يا جماعة اللي بتفرح ربنا هو إنه يشوفك سعيد. هقولها تاني، من أكتر الحاجات اللي بتفرح ربنا هو إنه يشوفك سعيد. من أكتر الحاجات اللي بتفرح ربنا هو إنه يشوفك سعيد. فحب نفسك، استقبل نعمة الحياة الجميلة اللي ربنا اداها لك، وطبق التمرين ده، تلاقي نفسك مع مرور الوقت ان انت بتصبح اكثر شبابا، وصحتك هتبقى كويسة وجيدة بإذن الله. اشوفك على خير، سلام.